في لحظة حلوة قوي أنا أهملتها وأتمنى أرجع لها، وإن شاء الله ربنا يرجعني لشبيهها الأحلى عشان أركز في قيمتها. إمتى؟ لما جبت فعلا آخر فيرجن من عربيات أحلامي. يعني أنت بتركب العربيات الزجاج، كل ما تركب حاجة فاهم تبقى عايز أبجريد، بس عندك في حلم سقف. يوم ما ركبت دي ورحت رخصت في مرور ورجعت، أول حاجة على بنت كنت بحبها، جريت عليها الأول. بعد كده رحت رايح على البيت، أبويا كان عندي في القاهرة هنا عشان أهلي اسكندرية، صورت العربية وطلعت نمت. تاني يوم نزلت عادي، زوت روح الشغل، بقيت أركن عادي مش عارف إيه بتاع. أنا كحسام طبعا فصلت بقى شوية حاجات كده وظروف فندية صعبة، طلعت على العربية دي وبعت الشقتين بتوعي وبعت مش عارف إيه عشان كرايسيس للعيلة. أنا كحسام النهاردة حزين وبدي نفسي بيه ألم. أنا إزاي ما احتفلتش بالحدث ده يوميها لوحدي أصلا؟ عليك. أنا إزاي ما خدتش العربية دي فاهم من زايد للتجمع لطنطا لبنها مش عارف إيه، وعشت جواها وشكرتني واحتفلت وعيطت. في حاجات كده. عشان كده اتكلمت على الكواليتي تايم في الاول. عشان انا اهملته كتير، برافو عليك، عشان فعلا اهملت ان انا ادي كل حاجه حقها، اللي هو ذا باور اوف ناو اللي بنقول عليه. ففي اكتر من لحظه، مش دي بس، في اكتر من لحظه عايز ارجع عشان اديها حقها في الفرحه بتاعتها. انا عديتها كده. يلا انت كنت في دبلوم صنايع. يلا انا كنت دبلوم صنايع، تاخد 180 جنيه في الشهر، راكب اكس 3 ام جنريشن موديل السنه، ما تقفش تفرح بيها وتقول يلا برافو ان انت اصلا هنا وفي السوشيال ستاندرد ده وارتقيت بنفسك وطلعت في الكوميونيز دي ازاي ما وقفتش؟ لا، رحت وريتها عشان اخد كريدت. اوكي. ان انا جامد اهو. هي مقبول؟ لا مقبول، هكمل معاه. عارف اللي هو كده. رحت لابويا عشان انا قلت الان يا ابني اصل اديني بقين ربنا يبارك لك فيها ومش عارف ايه، اللي هم انت مش هتقولهم لناس. ايوه. بس كنت محتاج اخد العربيه دي واروح فاهم ايه، اخد كابلينج ظريفه في حته وافتح كده فاهم الشنطه وبتاع واقعد فاهم واصلي جنبها واشكر ربنا وغيرها مش عارف. ما عملتش ده فتعلمت. هي ما راحتش عشان انا ما عملتش ده، هي راحت ان ربنا خلاها تروح. مش لازم يبقى في حكمه او افهم، بس انا زعلان ان انا ما احترمتش قيمه اللحظات دي.